ايفون 11 برو اللي كان جاي لنا امبارح محتاج يغير بطاريه، وكان الجهاز مش بيشحن وبيرستر. اكتشفنا كمان اللي فيه مشكله عنده في فلاتة الشحن. غيرنا فلاتة الشحن دي يا جماعه خدوا بالكم بيبقى عليها اي سي الشحن. دي الموديلين الوحيدين اللي بتلاقي الفلاتة عليها اي سي شحن في ال 11 برو وال 11 برو ماكس. ودي البطارية القديمة بتاعته بعد لما خدنا الفلاتة وبرمجناها على البطارية الجديدة. طبعا كنا منزلين الفيديو الأول واحنا موريينكم البطارية القديمة والبطارية الجديدة. الجهاز خلاص بقى على 3 تولز، بطارية 100% وزيرو شحن. وهنا الناحية التانية هنا في الكراش كان زيرو ديتيلز. طبعا هنا كان بيديني هوريها لكم برضو في الفيديو 519 مرة الجهاز كان بيرستر وفي مشكلة بسبب البطارية وفلاتة الشحن. عشان خاطر كده كان بيديك هنا ال 519 مرة رستر فيها. طبعا لازم تبقوا فاهمين ان بعد العمليه دي لازم الجهاز يتعمل له سوفت وير. طبعا هنا احنا ما عملناش سوفت وير عشان العميل هينقل الداتا بتاعته لان في 170 جيجا، وبعد كده يعمل سوفت وير. لو ما عملتش السوفت وير على الكمبيوتر والدنيا تمام وزي الفل، بس على الموبايل هيجيب لك النسبة لسه القديمة بتاعة البطارية القديمة، علشان خاطر طبعا انت واخد الفلاتة القديمة من البطارية القديمة. فلازم تعمل سوفت وير بعد عملية تغيير البطارية والبرمجة بتاعة البطارية. بس كده.